جراتان بطاطا ساهل ماهل واكسبرس، يعني من اسهل الوصفات اللي ممكن تجربوهم، اقتصادي وجد لذيذ. وراح نقول لك كيفاش ديريه بلا كريمه بلا بيشاميل ويجيك معسل وبنين ومتشخ بالبنه. متاكده الا درتي هاد الوصفه تاع جراتان راح ديريها وتعاوديها طلبا من افراد العائله. بنين بزاف، غير سجلي الوصفه عندك راح تحتاجيها بزاف. نروحوا مباشره كيفاش حضرناه. مرحبا بكم جميعا. مساء الخير عليكم، ان شاء الله يلقاكم فيديو تاعي كامل بخير وعلى خير. واش مبروكين علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله يا رب العالمين. نبداو على بركه الله بسم الله. في مقلاة حطيت الزيت سخون، راح نديرو فيها حبه بصل متوسط الحجم مقطعه على شكل مكعبات، معاها حوالي 2 حتى 3 سنات تاع الثوم، فصوص ثوم. ومن بعد راح نقليوه شويه هاد البصل تاعنا حتى يدبل كيما موافين، يعني حاجه مفروغ منها. لازم هذيك التتبيله وهذيك التكرميله اللي نديروها في الاول تاع البصل راح تعطينا بنه هايله. انا درت له رشه تاع الملح يعني باش يعاون هذاك البصل تمتم يدبل. نخليها هنا على جانب ونروح نشوفوا واش راح نضيفوا له اضافات. بعد ما تبال هذاك البصل كيما راكم تشوفوا فيه، راح نضيف له كميه من فيونداشي اللي هو اللحم مفروم، يعني حوالي 100 غرام حتى 150 غرام. تقدروا تعوضوه بدجاج آشي، يعني دجاج مفروم. ونسيو نزربعوه كامل هكا بالملعقه، نضغطوه هكا كل مره نحركوه ونعمزوه بالفرشيطه. هنا حنتبلو بعد ما تزربع كامل. عندي فلفل كحل، قزبر، عندي زنجبيل، شويه ايبيس كبد دجاج، زعتره والزعتر والعكري وطماطم وصباره. يعني لي زيبيس هادو بزاف هايلين، صدقوني الا درتو الوصفه هكا حتجيكم بزاف بنينه، وصفه معتمده. نقليه شويه هكذا حتى يدخل مليح هذيك الطوماطيش في هذاك الفيونداشي ويتقلى لنا مليح. هنا بعد ما تقلى عليه كيما راكم تشوفوا خليته مده حوالي 5 دقائق. ومن بعد واش راح ندير له؟ راح نضيف له نص كاس ماء تاع 220 مليلتر. هذه اللي راح نسحقوها فيما بعد. نقول لكم علاش درت هذه الكميه تاع الماء، هي راح تعطينا بنه رائعه جدا. هاد المرحله نخليها تتبقبق ويتجمر هذاك الفيونداشي تاعنا، ونروحوا ونشوفوا واش راح نضيفوا له. بعد ما كمل تجمر مع هذاك الماء، كميه الماء اللي درت له، راح نضيف له لا كريم فريش حوالي 4 ملاعق حتى ل5 تاع لا كريم فريش. نتوما شحال تحبوا الكميه. تقدروا تضيفوا اي اضافات اخرى كيما حبيتوا. انا نعطيكم طريقه وانتم تزيدوا من عندكم. فوالا نخليها تزيد تطلق روحها هذيك لا كريم فريش وتتجمر مع هذاك الفيونداشي تاعنا، ونخلوها على جانب ونروح نشوفوا نكملوا طريقه الغراتان تاعنا. انا حكمت مول تاع غراتان، اختصرت الوقت، يعني درت كميه من هذيك الحشوه اللي خدمناها، درت نصف هنايا في الاسفل كطبقه اولى مش ما يجيناش ناشف. وهنا عندي بطاطا قليتها على شكل مكعبات هكذا كيما راكم تشوفوا. تقدروا ديروها دي فريت، تقدروا ديروها بهذه الطريقه. درت كميه معتبره، نتوما شحال تحبوا افراد العائله هكذا. نستفوها كامل فوق هذيك الطبقه. ومن بعد راح ندير شويه تاع الجبن مبشور، تقدروا ديروا موتزاريلا، تقدروا ديروا لي سلايس، اي نوع من الجبن تحبوه تفضلوه يعني. راح نضيف هنا شويه جبن طاري باش يزيد يعطينا يعني تفرميجه. علاش قلت لكم ما كاش كريمه؟ فهمتوا علاش درت مقبل هذيك الكميه تاع الماء ودرت لا كريم فريش، هي راح تعوض لنا الكريمه. لازم تكون هذيك الصلصه ولا الحشوه هي اللي تجي متشخشخه باش تعطينا البنه مع هذاك الفرماج. راح نزيد نكمل كامل هذيك الكميه تاع الحشو اللي قعدنا مقبل هكذا فوق من الفوق كميه، يعني حتجي معمر ومتشخشخ. واش نقول لكم، روعه يا البنات، روعه روعه روعه. بعد ما كملت كامل درت هذيك، راح نزيد ندير ثاني جبن مبشور من الفوق هكذا باش يعطينا هذيك التفرميجه من الفوق، تجي بزاف شابه وبنينه. راني مشعله الفرن من الفوق لانه كلش راهو طايب، فقط يدغاتينا من الفوق. يلا راح نجهزوا وروحوا تشوفوا نتيجته النهائيه، متعه ولا اروع. هاوليك الكغاتان تاعنا تاع البطاطا، صدقوني ريحته بسم الله ما شاء الله داخل المطبخ، يعني ريحه شهيه جدا. شهيتكم في الجنه، لا كنت وحموا سمحوا لي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. راح نقسم معكم باش تشوفوا كيفاش جا يجي متشخشخ ويجي صدقوني تحطوه في الثلاجه وغد من داك تحبوا تزيدوا تسخنوه تاكلوه حتلقاوه متشخشخ ماشي ناشف. ونعرفوا البطاطا كي تبات في الفريجيدير غد من داك تسخنيها راح تجي ناشفه، لكن بهذه الطريقه راح يجي متشخشخ. شوفوا كيفاش جا. اونتي غير درنا له كريمه ولا درنا له بيشاميل، هو غير هذاك الفرماج وهذاك الحشو اللي درناه بالكريمه الطازجه والصلصه.
رائع يا البنات، ياكلوا فيه افراد العائله ويشكروا ويعاودوا، وطلبوا مني اولادي باش نعاوده لهم. بزاف بنين، جربوه، متاكده من كلامي راح تستمتعوا بالمذاق اللي راني نقول لكم عليه. خاصة هكايا كي تكون سخانة ولا حرارة ما يليق غير هكا أطباق سريعة ولذيذة. نتمنى عجبتكم هاد الوصفة تاعنا اليوم، وإلا جربتوا اعطوني رايكم في التعليقات، وانتظروني إن شاء الله في وصفات واحد أخرين. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة إن شاء الله.